بالله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما الفقه؟ الجواب هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ما أركان الفقه؟ أحكامه 5: الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه. ما الطهارة؟ هي رفع الحدث والإزالة. كيف نطهر النجاسة؟ إزالتها وغسلها بالماء. لماذا تكون إحالة الحدث؟ بالوضوء أو الغسل أو التيمم. ما الاستنجاء؟ وغسل السبيلين بالماء لإزالة الخارج منهما. ما الاستجمار؟ الاستجمار لإزالة أثر البول أو الغائط بالأحجار أو الحطب أو أوساخ الطهارة. ما الوضوء؟ الوضوء هو الطهارة مائية لأعداء مخصوصة. الصلاة أقوال وأفعال مبتدعة بالتكبير مختتمة بالتسليم. على من تجب الصلاة؟ على كل مسلم بالغ عاقل. ما شروط الصلاة وما هي؟ شروط الصلاة 9 وهي: الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة والنية. ما أركان الصلاة وما هي؟ أركان الصلاة 14 ركنا وهي: القيام مع القدرة، تكبيرات الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، الاعتدال قائما، السجود، الرفع منه، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في جميع الأفعال، التشهد الأخير، الجلوس منه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التسليمتان. ما واجبات الصلاة وما هي؟ واجبات الصلاة 8 وهي: تكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأوسط، الجلوس. ما الصوم؟ الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. ما حكم صيام رمضان؟ حكمه واجب. متى فرض الصيام؟ في عام الثاني للهجرة. ما أركان الصيام؟ أركان الصيام وما هي: النية، الإمساك عن جميع المفطرات. بما يثبت شهر رمضان؟ برؤية الهلال أو تمام شهر شعبان 30 يوما. ما الأيام التي يحرم فيها الصوم؟ يوم العيد وأيام التشريق ويوم الشك. كم ينقسم الصيام؟ ينقسم الصيام إلى قسمان: صوم واجب وصوم سنة. ينقسم الصيام الواجب إلى 3 أقسام: صوم رمضان، صوم كفار، وصوم النذر. شكرا لكم على استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.